كاتبا للوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليست هذه إلا علامة على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه. فمعاوية رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى إلا عمن يرضى الله عز وجل عنه. ومعاوية رضي الله عنه ملك من ملوك المسلمين، نعم هو أول ملوك المسلمين، وانتهت بخلافة الحسن بن علي، لكن هذا لا يقطع فيه رضوان الله عليه. لا نقول إنه معصوم، لكن لا نأذن ولا نرضى ولا نسمح لأحد قط أن يطعن فيه رضوان الله عليه. لا نقول إلا أننا نبغض من يبغضه ونحكم بالزندقة والنفاق على من طعن فيه. قال بعض السلف: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الدار، والدار فيها النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ومعاوية الباب، فمن أراد معاوية فإنما أراد الدار، ومن أراد الدار فإنما أراد النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاوية رضي الله عنه من أئمة أهل السنة والجماعة ممن نتولاهم كما نتولى جميع الصحابة، ولا نقرأ من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما جرى بين علي ومعاوية لا نخوض فيه، ونقول عنهم جميعا رضي الله عنهم، وكل مجتهد فالمصيب منهم مأجور بأجرين، والمخطئ منهم مغفور له، بل مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. أختم بكلمة الإمام ابن الحسن الأشعري يقول: ما جرى بين علي ومعاوية، أو الحسن الأشعري يقول هذا الكلام في كتابه الإبانة عن أصول الديانة الذي يقول فيه معتقد أهل السنة. يقول: وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية كان على تأويل واجتهاد، كان سبب التأويل والاجتهاد، وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين، وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم، وتعبدنا الله عز وجل بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم، وتعبدنا سبحانه بالتبري من كل من ينتقص أحدا منهم. تعبدنا الله بالتبري ممن ينتقص أحدا منهم. الحمد لله كثير من المعاصرين كتب رسائل فيما يتعلق بمعاوية رضي الله عنه لكثرة خوض الطلاب في شأنه رضوان الله عليه، لا سيما في هذا الزمن. ثم تكلم بعد ذلك عن الخلافة وعن البدع وهجر أهل البدع. يقول رحمه الله: الخلافة، يقول رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. كان هو الأمر الأول وجوب طاعة ولاة الأمور، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. هذه كما يقال مسألة الوقت، فينبغي أن نفصل فيها شيئا. قال إمام أهل السنة باتفاق أهل السنة، من نزع في كون إمام أهل السنة ليس من أهل السنة، بل قال بعض الأئمة من تعرض للإمام أحمد فاتهمه على الإسلام. لما طعن الإمام أحمد لا أقول يتهم على السنة، لا يتهم على الإسلام. قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. الأئمة كل من تولوا،
وأمير المؤمنين من بويع بالخلافة. قال ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف، بعض النسخ من عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. الإسلام والطاعة لمن؟ للأئمة الذين بويعوا بيعة شرعية، لأمير المؤمنين الذي بويع بيعة شرعية، ولمن تولى بالغلبة. هل التولي بالغلبة في الأصل مشروع؟ ليس مشروع. إن خرج هذا الرجل الذي تولى بالسيف على إمام قبله للمسلم كان عصيب، لكن غلب بالسيف واستتب له الأمر وجب السمع والطاعة له. قال الإمام أحمد والغزو الجهاد ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، الجهاد لا يترك. قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض. أي نوع من الأئمة؟ كل ما سبق غلبهم أخذها بطريقة شرعية أو أخذها بالسيف أو بغير ذلك من الطرق ما دام مسلما. قال وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائز. إذا دفعت الزكاة إليهم جائز نافلة تام. قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدع إلى أن قال ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة. هل المراد بنص الخلافة فقط؟ طب إذا كان بالملك الخلافة 30 سنة وما بعد الخلافة كان ملك، وكان في كثير من الأزمنة أمراء يوسف تشافين دولة المرابطين التي دفعت الصليبيين عن بلاد المسلمين 200 سنة ما كان يسمى لا بالخليفة ولا بأمير المؤمنين، كان يسمى بأمير المسلمين لأدوه مع الخليفة. ومنذ نشأت الدولة الأموية في الأندلس لم يجتمع المسلمون على إمام واحد، دولة الأندلس والدولة العباسية في المشرق، من هذا الوقت لم يجتمع المسلمون على إمام واحد. فما الواجب؟ أن نقول حينئذ لا سمع ولا طاعة لأمير المؤمنين في المشرق أو لأمير المؤمنين في الأندلس؟ لا، لأن لكل إمام ثبت له الأمر واستقر له الأمر في قطر من الأخطار له السمع والطاعة. على هذا عمل أهل السنة من ذلك الوقت، وقد نص على هذه المسألة نصا الإمام محمد عبد الوهاب والإمام الشافعي. طيب الذي أقر الناس له بالخلافة أو بالملك أو بالإمارة، الشيخ صالح هذا الشيخ يقول وما كان في معناها كالرئاسة، يعني الرئاسة هذه نوع من الإمارة بصرف النظر عن المسمى، لكن سلطان ملك خليفة أمين. عندك مثلا المماليك ما كانوا يسمون لا بالخلفاء ولا بالأمراء، لأنه كان أصلهم عبيد ومعظمهم لم يعد، يعني انتبه فيه شرط الحرية إذا كان الإنسان مسألة اختيار، ومع ذلك يسمون بالسلاطين. يقول ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام الإمام أو الأمير مسلما قال عليه الصلاة والسلام ما لم تروا كفرا بواحد ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام يقيم الصلاة، وفي رواية ما صلي ما دام يصلي فهو على هذا الأصل. قال فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. السلطان المسلم لا يحل قتال ولا يحل الخروج عليه. بعض قال الخروج لا يكون إلا بالقتال، يبقى احنا ذكر الاثنين، الخروج شيء والقتال شيء. الخروج الأكبر قتال
والخروج يبدأ بالقول. نص على هذا الشيخ العثيمين والشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم. الشيخ صالح قال القول قد يكون خروجا وقد يكون إنكارا، لكن الخروج الأكبر من الإمام أحمد يقول لا يحل قتاله ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. من فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. كيف هو مبتدع؟ مثل قولك من فعل كذا فهو كافر، يعني هذا الحكم. أما المعين فكل بحسب حاله له ضوابط. طب هذا الكلام لو كان هذا الكلام قول الإمام أحمد يقبل أم لا؟ لو كان هو مجرد قول أحمد يقبل أم لا؟ يقبل. فما بالك وهو يقول هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروضها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. تجمعنا هذا كلام عن أهل السنة، فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. وذكر أمورا من أصول الاعتقاد في طبقات الحنابلة، وكان مما قال والانقياد على من ولاه الله أمره. من الذي ولاه؟ الله سبحانه وتعالى بقدر جل جلاله. لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع. ولا تخرج هذه مسألة، وتسمع وتطيع إلا في معصية، ولا تنقذ بيعة. فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية يقول فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. طب المعصية التي أمرك بها، أنا أجيب لك سؤال أظن أن كثير منكم لم يسمعه من قبل. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، طبعا ما لم يصل إلى حد الكفر، عن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فقال رحمه الله، وهذا الكلام في مجموع فتاوى ابن عثيمين في المجلد الثاني صفحة 147. هذا كلام ابن عثيمين يقبله من ابن عثيمين أو رده على ابن عثيمين. لا أخبر عن ليس أقول فلان يقول كذا، هذا ليس بكلام، ونحن نقول لا تقول قولا ليس لك فيه سند. يقول الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله. ده كلام مين؟ ابن عثيمين. طبعا هذا الحاكم إذا وصل إلى حد الكفر، إذا وصل إلى حد الكفر ليس له طاعة، لكن المنابذة لها ضوابط. يقول الشيخ تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله، ولا تجب محاربته من أجل ذلك، بل ولا تجوز. لا تجوز محاربته من أجل الحكم بغير ما أنزل الله الذي يفعله إلا ماذا؟ قال إلا أن يصل إلى حد الكفر، فحينئذ تجب منابذته وليس له طاعة على المسلمين. يبقى ما دمت تحكم له الإسلام وجب عليك طاعته، إلا إذا وصل هذا الكفر. من الذي يحكم عليه الكفر؟ أهل العلم. فإذا حكم عليه الكفر لأهل السنة ضوابط في هذا الأمر. الشاهد يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة. هو أول معصية حرام لا تطيع. قال وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. عايزين ناخد الشيخ العثيمين مرة واحدة. طبعا دولك وهذا الكلام ذكره الإمام اللالكائي بنحو عن علي بن المديني
وعن الإمام أحمد وعن سفيان الثوري، وشرحه بعض شيوخ الحديث المعاصرين، وذكر هذا الكلام على أنه معتقد أهل السنة والجماعة. وقال الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وبغداد والشام ومصر، وذكر بلاد وسمى جماعة منهم، ثم قال: ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. يعني هذه الأشياء يقول البخاري عن أكثر من 1000 شيء لا يختلف فيه، منها وألا ينازع الأمر أهله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 3 لا يضل أو لا يغل على الضبطين عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو من وراءهم على الضبطين. ثم أكد بقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وألا يرى السيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام. لو أعلم لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا للإمام. لماذا؟ قال: لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال المبارك له: يا معلم الناس الخير، من يدعو على هذا غيرك؟ من يشرع هذا الكلام غيرك؟ لو أن غيره قالها لوقع فيه بعض الأهمال. وهذا الكلام منقول أيضا من اعتقاد الإمام الرازي أبي زرعة وأبي حاتم، يقول هذا الكلام عن السلف. وسئل سهل ابن عبد الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ يعني اكتب 10 حصاد. سئل: متى يعلم الرجل أنه من أهل السنة والجماعة، أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا علم من نفسه 10 خصال. الخصلة الأولى: 1. لا يترك الجماعة، لا يفرق الجماعة. 2. ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 3. ولا يخرج عن أمته بالسيف. 4. ولا يكذب بالقدر. 5. ولا يشك في الإيمان. 6. ولا يماري في الدين. 7. ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة. ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. 8. ولا يترك المسح على الخفين. 9 و10. ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو علم. ولا يترك الجماعة خلف كل إمام أو خلف كل وال جار أو علم. قال الإمام البخاري كما كان الطحاوي مشهور: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله ما لم يكن بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والعدل. اللهم أصلحنا وأصلح من وليته أمرنا، اللهم أصلحنا وأصلحه وأصلح جميع المسلمين. قال البربهاري في كتابه شرح السنة: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي فرضها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تاما، إلى أن قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. اللهم اصلحنا وإياك برحمتك أنت أرحم الراحمين.
هذه المعاني مكررة على لسان السلف، لم يخالف في ذلك أحد من أهل الحديث، لم يخالف في ذلك أحد من أهل الحديث. وعلى هذا الاعتقاد كثير من النصوص. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه، حرم الخروج عليه وشق عصا المسلمين. يقول الشيخ ابن تيمية: الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول بها. ثم ذكر الشيخ أن الخلافة فرض كفاية، يعني لا يشترط أن يبايع جميع المسلمين الخليفة، بل إذا بايع أهل الحل والعقد كفى ذلك، لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها، وتحصل الخلافة بواحد من أمور الثلاثة. هنا طبعا الأصل هو الخلافة، وطبعا هذا أصل اختيار، يعني لو كان الأمر بأيدينا لاجتمع المسلمون جميعا على خليفة واحد، خلاص؟ لكن هذا قدر الله عز وجل، فالواجب أن يعطى لكل أمير الطاعة في حدود قدره، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول: تحصل الخلافة أو الإمارة بواحد من ثلاثة: الأول النص عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر. الثاني اجتماع أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد أعيان الناس، فقهاء والعلماء والوجهاء، هؤلاء أهل الحل والعقد، كما كان مع عثمان رضي الله عنه، وكان في خلافة علي رضي الله عنه. الثالث القهر والغلبة. عبد الله بن الزبير كما رجح ابن كثير كان هو الخليفة المبايع، خرج عليه عبد الملك ابن مروان ومعه من جند كالحجاج ونحوه. عبد الملك لا، خرج عليه مروان بن الحكم، ثم بعد ذلك ورث مروان عبد الملك ابن مروان واستمر بالخروج. لما خرج على ابن الزبير مع مرور الزمن استتب الامر لعبد الملك ابن مروان، مات مروان ولم يستتب له الامر، لكن استتب الامر لمن؟ لعبد الملك ابن مروان، وصار عامله في مصر والمتحكم في مصر، عامله في العراق والمتحكم في العراق الى اخره، حتى كان ما كان مما تعلمون من صلب ابن الزبير رضوان الله عليه وعلى ابيه وامه وجده. ابوه الزبير بن عوام، امه اسماء، جده ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لما استتب الامر لعبد الملك اجمع اهل السنه على طاعه عبد الملك ام لا؟ انعقدت الخلافه له، فمن وليه غلبه عليه بالسيف اخذها بالقهر والغلبه تمت له الخلافه. اذا ثبت له تم. في حال المنازعه فهو ليس بمرحله القتال، هذا قتال فتنه يجتنب. ابو بكر الاسلامي رضي الله عنه كان في زمن القتال، في زمن عبد الله بن الزبير رضوان الله عليه، كان هناك ثلاث طوائف: الخوارج بالعراق وكانوا يسمون بالقراء، وعبد الملك بالشام، وابن الزبير بمكه. ابو بكر الاسلامي هذا صحابي جليل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما اريد منه ان يقاتل قال: والله ما يقاتل قراءكم هؤلاء الا على الدنيا. قراء هؤلاء اللي هم من؟ الخوارج الذين يزعمون الدين ويقاتلون لاجل الدنيا لاجل المناصب. تركوا البيعه لرجل عربي قرشي وبايعوا رجلا ليس قرشيا، بايعوا ابن الاشعث، وسميت بعد ذلك بفتنه ابن الاشعث. الثاني قال: واما هؤلاء، واشار الى اهل الشام، فوالله ان يقاتلون الا على الدنيا، يعني على الملك. ثم اشار الى مكه وقال: والله ان يقاتل هذا الا على الملك. هذا قول الصحابي ابو بكر رضوان الله عليه. فالاسلم الانسان ان يعتزل ويجتنب اذا لم يستتب الامر. ابن عمر رضوان الله عليه لم يبايع حتى استتب الامر، لم يبايع لاحد، لم يبايع ابن زبير ولم يبايع عبد الملك،
حتى استتب الأمر، فلما استتب بايع عبد الله ابن عمر. يقول الشيخ: حكم طاعة الخليفة. طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور، ومن خليفة ولاة أمور واجبة في غير معصية الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره. السمع والطاعة على الإنسان المسلم المقدم لله عز وجل فيما أحب وكره، سواء تحب هذا ترضاه ولا ترضاه، ما لم يؤمر بمعصية. قال: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. يبقى لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. قال: وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله عز وجل فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. الوالي يفعل المعاصي، ما العمل؟ قال: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، والجمعة خلفهم جائزة. الحديث كما ذكرنا ضعيف، وهذه الخصال قلنا صحيحة المعنى. قال الشيخ: والخروج على الإمام محرم، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. وقال عليه الصلاة والسلام: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني يأتون ببعض المعروف ويأتون ببعض المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أنكر فقد برئ. الإنكار قد يكون باللسان، قد يكون بالقلب، قد يكون باليد، بضوابط أهل السنة والجماعة. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فليغره الإمام، فإن قبل منه فقد أدى معه، وإلا فلا يغره ما فعل السلطان. هذا ليس قول الإمام أحمد، إنما هو قول النبي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولكن قال السلام: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. ولكن من رضي وتابع، رضي بالمنكر وتابعهم على المنكر، أعانهم على ظلمهم، أعانهم على الحرام، على الباطل. ليس معنى أننا تطيع أن تعينه على المعصية. يطلب منك شيئا حراما لا تفعل الحرام لإرضاء أي أحد كائنا من كان. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يبقى إذا طلب منك الإمام حراما فلا تفعل. أنت تدل عشان بأن الفعل الفلاني محرم، الصور محرم عند جماهير أهل السنة والجماعة، فأنت تدل عشان بالتحريم. طلب الإمام منك أن تعلق الصور الإسلاميين دحرا للعلمانيين، هذه عندك معصية لا تسمع ولا تطيع، وعلى ذلك قس والحر تكفيه الإشارة. قال: ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ يفعلون المنكر، كان المنكر مجمل، وليكون منكر صغائر أو كبائر أو غير ذلك، فأي منكر لا يقاتل عليه ما لم يصل إلى حد الكفر، ومن أنواع الكفر ترك الصلاة. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا، ما داموا على الإسلام يصلون لا يقاتلون. وفي رواية قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال ابن عثيمين من فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح. طبعا معلومة أن ابن عثيمين بتأكد تارك الصلاة ولا يكفر تارك الصلاة بالكلية. سئل الشيخ رحمه الله عمن يصلي الجمعة فقط. هذا السؤال كان في برنامج جمعة على الظهر. هذا السؤال بعينه ونصه سئله ابن عثيمين وابن باز عمن يصلي الجمعة فقط. قال ابن عثيمين: ليس بكافر. قال ابن باز: هو كافر.
ابن باز يكفر من ترك الصلاة واحدة حتى يخرج وقته. ابن عثيمين لا يكفر إلا من ترك الصلاة بالكلية، فمن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فيه إيمان ونفاق كما قال شيخ الإسلام. الشاهد أنه ما دام مسلما فما دام مصليا الصلاة التي تثبت له حكم الإسلام لا يجوز الخروج عليه. فبهذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة كافر، لأن الأئمة لا يخرج عليهم إلا بكفر بواح. واضح هذا الكلام؟ لا يخرج عليهم إلا بكفر بواح. وطبعا إثبات الحكم كفر على المعين ليس لأحد الناس. يعني الآن بعض الناس المنسوبين للسنة بعد ما انتخبوا الدكتور محمد مرسي، بعض الناس، أنا رأيت بعض الناس انتخبوا الدكتور مرسي ثم كفرهم لأنه لا يحكم بشرع الله عز وجل. فلما كلمنا بهذا قلت يلزمك نفس الحكم. إذا كانت الكفار لا يحكم بشرع الله أنت اخترته وأنت تعلم أنه لن يحكم بشرع الله على الأقل في هذا الوقت. الباس ما يحكم بشرع الله لا يحكم بالقول. فالشاهد بعض الناس يكفروا الرجل، هذا مرضه ليس إلى الجهال، إنما لا يصلح للكلام في إسقاط الحكم على المعين إلا العلماء. لا يتكلم فيه أنصاف المتعلمين كما قال الشيخ فوزان، ولا يتكلم فيه إلا من يصلح للفتيا والقضاء كما قال الشيخ صالح ابن عبد العزيز. طبعا هذه المسألة لها معاصرة، نكثر بها من أقوال الأئمة المعاصرين حتى لا نتهم بنقل كلام السلف الذي لم نفهمه إلى واقع لا ينطبق عليه. لكن هذا كلام أئمة معاصرين لا يطعن في دينهم ولا في أماناتهم ولا في فقههم وعلمهم، أعني لا يطعن فيهم عند أهل السنة. قال الشيخ: وجعل صلى الله عليه وسلم المانع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر البواء كما في حديث عمر. يعني الشيخ يستدل من هذين الحديثين أن تارك الصلاة كافر، لأن الحاكم لا يخرج عليه إلا إذا كفر. بعض الناس يقول النبي قال لا يقل إلا إذا كفر، قال إلا إذا رأيتم كفر بواح فنرى الكفر صرف نظره ويكفر أم لا. أقول له: من سلفك في هذا الكلام؟ الإمام أحمد رحمه الله في عصره وقد رأى ما رأى من المأمون قول الجهمي ومن بعده من الخلفاء، ألم يرى أحمد الكفر البواح الصراح؟ فهل أجاز الإمام أحمد الخروج؟ وهل كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا؟ أم أن لأهل السنة تفصيل؟ فليس كل من رأى كفرا يسقط الحكم على معين، ليس هذا بقول أهل السنة والجماعة. طبعا الكلام في مسألة عدم الخروج يحتاج إلى بسط أكثر من هذا، ولعل في ذلك كفاية إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: ومن السنة هجران أهل البدع. هجر أهل البدع ومباينة أهل البدع، مباينة المفارقة، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب مبتدعة، وترك الإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. هذا الكلام كأنه نص كلام الإمام أحمد في شرح أصول السنة، وقد أطلنا الكلام فيه هناك ولا مانع من إطالته هنا إن احتاج الأمر إن شاء الله. يقول: طبعا عندنا من الأصول في هذا الباب رسالتان. طبعا كلام الشيخ سامي بن المصالح يقول وكلام السلف فيها كثير جدا، لكن من كتابات المعاصرين رسالة هاجر المبتدع للشيخ بشر مسيب، هذه رسالة لطيفة جمع الشيخ فيها أطراف الكلام في هذا الموضوع، جمع أطراف الكلام في هذا الموضوع ولخص فيها منهج أهل السنة والجماعة. وممن أعطانا النفس رسالة دكتور إبراهيم الروحين، هذه الرسالة رسالة دكتور المملكة: موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء. ذكر في كل ما يتعلق بمواقف أهل السنة من أهل البدع، هل يكفرونهم، هل يلعنونهم، هل يسبونهم، يهجرونهم ولا يهجرونهم إلى آخره، وخاصة في هذه الموضوع في مجلد. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الهجران مصدر هجر، وهو لغة الترك. هجر أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم
وترك السلام عليهم وترك زيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. هذه معنى هجر البدع. وهجران أهل البدع واجب. الدليل قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع المغلظة المخرجة عن السنة والجماعة محادون لله ورسوله أم لا؟ محادون. احتج بهذه الآية على هذا المعنى الشيخ التويجري في رسالة له عن الولاء والبراء. كثير من الناس يتكلم مسألة الولاء والبراء لا يصح إلا الولاء والبراء مع الكفار، وهذا حق. لكن الشيخ رحمه الله ذكر الولاء والبراء مع الكفار ومع المبتدعة بدعا مغلظة. قال: ولأن النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. حديث مشهور في صحيح الإمام البخاري. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم تخلفوا عن غزوة تبوك. يخلفوا ليس عن الغزوة، إنما خلف الكواب وأخر الكواب. هؤلاء الثلاثة لما تخلفوا عن غزوة تبوك وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأعراب يعتذرون بالكذب، يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فلم يستحيلوا أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه كان مثلا يقول: يا رسول الله، لو كنت بين يدي أحد من الناس لخرجت منه بعذر، لكن لا أريد أن أعتذر إليك بعذر أرضى به عني ويسقط رب العالمين به عليه. فخلف الكواب. هؤلاء الثلاثة وهم صحابة وهم موحدون مؤمنون من أهل السنة، لم يفعلوا كفرا ولم يفعلوا مرض، لكن فعلوا معصية. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم فهجروا حتى تاب الله عز وجل عليهم فتابوا. 50 يوم لا يكلمهم حتى الكعب يقول قلت السلام على أبي قتادة ابن عمه فلا يدري أرد عليه السلام أم لا، يعني لا يرى منه ردا للسلام، حتى كان عليه السلام فلا يرى منه السلام ردا للسلام، لا يدري أرد عليه السلام. لم يكلمهم أحد، حتى الزوجات تركوه إلا لرجل منهم هلال بن مرة، وكان رجلا كبير السن مريضا، فكان الزوجات تخدمه بس. فالشيخ يقول: إذا كان هذا بهجر العاصي فكيف بهجر المبتدع؟ قال: لا، الشيخ نبي لخص المنهج. الأصل أن يهجر أهل البدع، وهذا الأصل هو الذي كان عليه أئمة أهل السنة. إجماع أهل السنة على هجر أهل البدع، كانوا يوصون به طلابهم وإخوانهم وعوام المسلمين ألا يسمعوا لهم ولا يختلطوا بهم، بل يهجروهم بالكلام ويهجروهم بالأبدان حتى تخمد أو تخمد البدع وحتى لا ينتشر الشر. حتى جاء بعضهم إلى بعض السلف يريد أن يقرأ عليه آية من كتاب الله، قال: ولا نص آية، مجرد قراءة. لذلك إذا كان مثلا رجل من الرافض وعنده سند عالي في القرآن، وهذا لا يكون رجل الصوفي وهو عالم بالقرآن، هل تأخذ عنه قراءة؟ الأصل أنك لا تأخذها عنه إلا في حالات محددة، إلا في حالات محددة، لأن لا يوجد من أهل السنة من تحمل عنه هذا العلم. ثم إن لم تجد تقول أنت محصنة ضد بدعته إلى آخره. واضح؟ طيب، يقول: لكن إن كان في مجالسته مصلحة، يعني أنت لن تهجرهم لمصلحة شرعية فلست تاركا للأصل. الأصل هجر المبتدع. الشيخ بكر أبو زيد جعل هاجر المبتدع من أصول الإسلام. الشيخ صالح جعل هذا المبتدع من أصول الإسلام وأصول السنة. من أصول السنة وأصول الإسلام هاجر أهل البدع. فأنت لم تترك هذا الأصل، لكن لمصلحة تغيير الحق مثلا، لا، لمصلحة تحذيره من البدع، لكي ترد عليه، لكي تبين له، لكي ترفع هذه البدعة بالحجج البينة، يجوز لك حينئذ أن تجالس، بل قد
يستحب، لأن الله عز وجل قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان جدال أهل الكتاب وهم كفار مشروع، فما بالك بالمبتدع لا سيما من كان ما زال داخل دائرة الإسلام. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى الأصل عدم الجلوس، لكن قد يجوز الجلوس أحيانا، كله بحسب الحال. يقول الشيخ وهذا يعني هذه الدعوة وهذا البيان قد يكون بالمجالسة بالمشافهة بالمكاتبة والمراسلة. ومنهج أهل البدع ترك النظر في كتبهم، يعني الإنسان الآن يريد أن يفيد بكتب المعتزلة سيملأ البلد بكتب الروافض، كتب الروافض كتب حتى الآن في مصر نادرة وأسعارها مرتفعة، سيفعلون إلا أن يشاء الله كما فعل غيرهم، يطبعوا كتب الروافض بأرخص الأثمان كما فعل النصارى. كانوا في بعض الكتاب يبيعون الكتاب الذي تكلف 7 جنيهات إلى 10 يبيعون بجنيه واحد. لماذا؟ لأن الغرض ليس البيع، لكن حتى لا يتهم بنشر التنصير يبيعه بيعا. كتابه المقدسي له يبيعونه بجنيه واحد، ولو نظرت إلى الورق وجودته والطباعة وجودتها لا تتكلف من 7 إلى 10 جنيهات. وهذا غير ما وزعوه في بعض كتاب الماضي وإن لله وإليه راجعون. الروافض سيفعلون ذلك. فهل المسلم الذي يهجر المبتدع يأتي بكتب الروافض إلى بيته أو بكتب النصارى إلى بيته؟ لا بكتب الكفار ولا بكتب الضلال، لكن هذا يجوز للعالم. وقلنا العالم يبحث أولا في معتقد أهل السنة يتعلم، ثم يبحث في كلام أهل السنة في بيان البدعة والرد عليها، حتى إذا رسخ في العلم جاز له إن احتاج أن ينظر في كتبه. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله أعلم بكلام المخالفين من المخالفين، كان يخبر المخالفين له بما في كتبهم ومذاهبهم بما لا يعلمون لسعة اطلاعه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد كان آية في هذا الباب تعجز النساء أن يلدن مثله إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالشاهد يقول الشيخ من هذه أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس. دخلت على الشيخ فلان وجدت الكتاب الفلاني من كتب المبتدعة، لا سيما إذا كان الكتاب برار. يعني قريبا بعض الإخوان كان عندي مثلا كتاب اسمه الشيعة في الميزان. هذا الكتاب مؤلفه شيعي أصلا. طب أنا أحتاج إلى هذا الكتاب فأتيت به. ما الذي أدخله؟ ما الذي يحدث الكتاب؟ هذا أمر هام. لكن لما نظر في الكتاب صنعه الكتاب عندنا أخذه يقرأ فيه ويجب. لذلك نقول لا نضطر هنا في مكتبات الشيوخ قد يكون فيها أباع وحيات. أنا عندي من كتب النصارى ما ليس عند كثير من النصارى، بل ما ليس عند قساوسة النصارى أو بعض قساوسة النصارى. هل معنى ذلك الذي أتي بهذه الكتب يقرأها عامة الناس؟ لا، لكن أيضا ينبغي لي بقدر المستطاع أن يكون هذا الكتاب في أيدي أو في متناول الناس. من يعلم حال مكتبتي عندي مكتبة نصفية، نصف خارج إذا جاء ضيف أو أحد إخوة وما شابه يجلس الحمد لله عز وجل كلها كتب الحديث. يعني حتى كتب التفسير والعقائد بالداخل مكان ياسر، والله كتب الحديث جرح وتعديل وتصحيح وتضعيف ونذور ومشروع كلها في مكان واحد. طب والكتب التي يخشى منها موجودة في مكان واحد. الشيخ الألباني رحمه الله كان له خزانة يسميها كما حكى لي بعض من جلس في الأردن 8 سنوات. بعض الناس الذين يسمون إليه حكى ان الشيخ الألباني كان له خزانة في المكتبة يكتب عليها كده عنوان كتب مضللة. كتب ايش؟ ولو نظرت في كتاب تحذير الساجد وعرض الجريمة في آخر الكتاب الشيخ ذكر المراجع بدأ طلع الحديث والتفسير واللغة وكان في الآخر كتب عنوان كده كتب مضللة. يعني هذه الكتب للعلم والحظر، وينبغي للإنسان أن يحضر من مثل هذا. فكم من كتاب ظاهره الخير وباطنه النار عياذا بالله تبارك وتعالى. قال فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب.
لا سيما على من يخشى عنه من لم يتعلم الخير بحذافير الاتباع كيف يطلب الشر. قال لقوله عليه الصلاه والسلام في الدجال: من سمع به فلينأ عنه. الدجال من اعظم الفتن، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله ان الرجل لياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه. يتبع هذا الرجل الذي ظن مؤمنا، يتبع الدجال من شده الفتنه، يتبعه لما بعث به. وهكذا الفتن قلوب ضعيفه، والفتن خطافه، الشبهات خطافه، فينزل الرجل في مكان الفتنه فتخطفه الفتنه. وكم من رجل اراد ان يدحر الفتنه ووقع فيها. عمران ابن حطان كان من رواه الحديث، كان من رواه الحديث، وكانت له ابنه عم خارجيه، تزوج ابنه عمه الخارجيه ليردها الى جاده اهل الحديث، فحملته هي الى مذهب الخوارج، وصار خارجيا يمدح قاتل علي رضي الله عن علي، ولعنه الله على قاتل علي. قال: لكن إن كان الغرض من النظر في كتبه معرفة بدعة هذا لمن؟ للراسخ في العلم، لمن كان يصلح لهذا الباب. أما من ظن في نفسه أنه يصلح ولم يشهد له في هذا الباب فيخشى عليه. قال: إن كان هذا للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصل به. طبعا العقيدة نفسها لتتحصل من البدع أبواب، يعني لترد على الحلولية والاتحادية تحتاج أصل كتب معينة من كتب أهل السنة أولا، لترد على النصارى تحتاج أصل كتب معينة من كتب أهل السنة، لترد على القبوريين تحتاج كتب أخرى، وهكذا. فليس المعنى المحصل درست بدين سؤال أو قرأت لغة الاعتقاد أو كتاب التوحيد تقول الحمد لله محصل. لا، كل باب له كتب أصول لتصحيح المعتقد، وله كتب مكملة للرد على المبتدع في هذا الباب. فإذا رسخت في كتب أهل السنة الرد على المبتدعة يمكن حينئذ أن تنظر في كتب المبتدعة. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من البدع وأهلها ويجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصل به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، يعني ربما يكون النظر في كتبهم والسماع بشبهاتهم واجبا على من كان هذا حاله، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب إذا كان رد البدعة واجب فلن ترد البدعة إلا إذا نظرت في كتب هؤلاء. ماذا تفعل؟ إن كنت أهلا وجب عليك أن تنظر في كتبهم، للعلم جل شبهات المبتدعة قديما وحديثا في كل الأبواب، العقلانيين، الليبراليين، العلمانيين، من أحفاد المعتزلة، وأهل التأويل أو التفويض الخاطئ في هذا الزمان من أحفاد الجهمية، والذين يزعمون الآن بحلول الله عز وجل في بعض خلقه أحفاد الحرية والاتحادية، والروافض المعاصرون أحفاد الروافض القدامى، والخوارج المعاصرون أحفاد الخوارج القدامى. لن تجد للمبتدعة عموم للطاعنين في دينهم الشبهة إلا وقد ذكرت في مقام. لكن العبرة أن تنقل أصول أهل السنة والجماعة، إنهم يلوم بعضهم هذه الشبهات ويسرق بعضهم من بعض، يسرق بعضهم من بعض، وهذا بيانه يقول الله المستعان. طيب، لماذا كان هجر المبتدع من أصول السنة؟ لماذا هجر المبتدع من أصول السنة؟ قال الشيخ صالح: لأن جنس البدع أعظم من الكبائر. جنس البدع، بدعة جملة الأصل أعظم من الكبائر، وذلك من 5 جهات، 5 أدلة على أن البدعة أعظم من الكبائر. طبعا أكثر شيء يحرص عليه إبليس أن يوقع المسلم في الكفر ليخرج من الدين، فإن لم يستطع يريد الشيطان أن يوقعه في البدعة ليخرج من السنة.
ولا نجاة إلا بالدين والسنة. ويعني ذكرنا في خطبة الأمس وينبغي مراجعتها كتمهيد هذا الاعتقاد أصلا لهذه الدراسة أن ضياع التوحيد لا يكون إلا بعد ضياع الاتباع. كل رجل وقع بالشرك وقع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، في مخالفة السنة. فصلناها بيدينا وذكرنا كلام شيخ الإسلام وغير الشيخ على هذا المعنى. طيب الدليل الأول أو الوجهة الأولى أن البدعة من باب الشبهات والكبائر من باب الشهوات، وباب الشبهات التوبة منه عسيرة، وباب الشهوات التوبة منه يسيرة إن شاء الله تعالى. البدعة شبهة، والشبهة إذا تمكنت من القلب صارت دينا. فإذا كان الدين كيف يكون الدين؟ يعني من أعجب ما تسمع. قالوا علي عبد الرحمن بن منجم هذا الرجل كان قد أثنى عليه عمر بن الخطاب وحسبه بعمر علما ودراسة، لكن عمر لا يعلم الغيب. كان هذا الرجل قارئا للقرآن وكان عمر يوجهه. لما جاء زمان علي واعتقد هذا الرجل مذهب الخوارج قتل عليا رضي الله عنه. كان هذا الموقف أخذوه ليقتص منه. في كتاب الطبري ذكر أنهم كانوا يقطعون أطرافه، يعني بيعذبوه على قتل علي رضي الله عنه ويسحق هذا وفوق هذا، أوقعوه في شؤون لا يعلم لها إلا الله. لكن الشاهد كانوا يقطعوا أطراف الأصابع، يقطعوا اليد، يقطعوا الرجل، يقطعوا الأعضاء، وهو لا يفتر عن ذكر الله عز وجل. تحقرون صلاتكم مع صلاتي وقراءتكم مع قراءتي، حتى إذا أردوا أن يقطعوا لسانه جزع. قال الراوي فقال الحسن وإلى لما تجزع عند اللسان، يعني تقطع اليد والرجل وكذا وكذا لا تجزع عند اللسان؟ قال أما والله لا أجزع عليه، ولكن لا أريد أن أغفل عن ذكر الله لحظة. هذا غلط. هذه البدعة عنده لا يعرض عنه. طبعا لا يصح لأحد شبابنا أن يأتي بهذا الكلام، فحين يتكلم عن ذكر الله يصل هذا كمثال. يعني بعض الناس للأسف لما كان يتكلم عن الزهد والورع ضرب المثال بعمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد رأس الجهمي والقدري والمعتزلة، اجتمع فيه أنواع من أصول البدع، كما قال الخليفة عنه ذاكرا زهده كلهم يطلب الصيد كلهم يمشي روي إلا عمرو بن عبيد. كان زاهدا، هذا حق، كان رجل منقطع عن الدنيا، لكن ما ينفعه ذلك. الرهبان والأحبار من النصارى فيهم بعض الناس الذين يزهدون بشهوات الدنيا، لكن هل يتبعوا بذلك؟ سئل شيخ الإسلام ما بال أهل البدع أكثر الناس عبادة؟ قال لأن الشيطان خرب قلوبهم، خربهم بالأعتام. فلا ينبغي مثل موطن الوعظ أن يذكر هذا كمثال على الورع أو على الزهد أو على الذكر والطاعة. لا، هذا رجل مذموم فلا نذكره بمدح فيضطر الناس بقوله. فإن اضطررت ولا بد، إن كان ولا بد أن تذكره فاذكره بدون أن تعرف به وبدون أن يعرف. يعني مثلا لو وجدت كلمة حكمة لرجل مبتدع ممكن تذكر الحكمة من غير نصر إذا ألجئت إليه، والبعد أسلم لأن الناس عندهم فضول يحبون أن يعرفوا من قال، والنت كما يقال لم يترك شيئا سيبحث عنها، وقد يقع في قلبه تعظيم هذا الرجل. وقد ضل بعض الناس في زمن الإمام الدارقطني بالباقلاني. الباقلاني هذا كان أشعري، ولكنه كان من أقرب الأشاعرة إلى السنة، وكان قد ناظر أحد أحبار النصارى بكم العصر. طيب لوجيس فيها الباقلاني كان أصلا يبيع الباقلاني هي زي السنة كده خضر. أرسل ملك الروم إلى سلطان المسلمين وخليفة المسلمين أن أرسل إلي علماء من عنده، أجمعهم مع أحبار من عنده فيتناصروا، فإذا غلب علمائي تبعتك، دخلت في دينك أنا ومن معي، وإذا غلب علمائك تبعتني أنت ومن معك. فاحتار الخليفة إلى من يرسل، فجاء إليه أبو الطيب الباقلاني فقال يا أمير أرسله، فأرسله إليه
في ذلك قصة طويلة الشاهد فيها أنه قطع عنق حبر النصارى. أراد النصارى أن يدخلوه راكعا على الملك فأبى، قال لا أدخل إلا قريبا، فأتوا به من باب صغير، يعني الطار لما يدخل يعمل ايه؟ يطار. فدخل على الملك ملك النصارى بدبره، فكان بذلك يعني. الشاهد في أول مجلس قال حبر النصارى له بعدما سلم عليه، قال له ما فعل زوج نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ يعرض عمان بعائشة رضي الله عنها. قال رضي الله وقال رحمه الله تبارك وتعالى برأها الله عز وجل، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، برأها الله عز وجل ولم تأتي بولد، فأشار إلى اتهام اليهود لماذا نحن نبرر مريم، لكن احنا عندنا واحد نص منزل في ديننا أن عائشة بريئة، وعائشة لم تأتي بولد، يعني من حكمة عائشة لم تنجب أصلا، خلاص. أما اليهود لما اتهموا مريم، طبعا نحن لا نتهم مريم، لكن كما قلنا بيقولوا النصارى ترد على حسب معتقد الإمام. أما مريم عندكم، أما هذه المرأة التي تزعمون أنها أم الإله، فقد اتهمت بالزنا وأتت بولد. خلاص. لما عقد له المناظرة جمع فيها الناس، طبعا انقطع الحرب، فعقد له المناظرة في اليوم التالي جمع الناس، فقال أمير الروم أو سلطان الروم لأبي طيب البغلاني تسأله أو يسأل؟ قال بل أسأل. قال سأله. قال كيف حال زوجك؟ بيسأل الحرب، طبعا ليه نظر الراجل يقول له زي نظر ينفع؟ قالوا كيف حال زوجك؟ فاستشاط الراهب غضبا، الناس تعجبوا، فقال له الراهب أجل من أن تكون له زوجا. قال والرب عز وجل أليس أجل من الراهب؟ فانقطع الراهب قال أيها الملك رد هؤلاء إليه. الشاهد برده على هؤلاء كان الإمام الدارقطني رحمه الله إذا رأى الباقلاني قبل بين عينيه، فرآه رجل يفعل ذلك فلزم الرجل الباقلاني. تخيل بقى الصورة، انت شوف ده الدارقطني يقبل فلان من المتصدرين بين عينيه، يبقى زي الدارقطني وأعلى ولا لا؟ فترك الرجل الدارقطني ولزم الباقلاني. لذلك لا ينبغي تبجيل هؤلاء. خلاص. يقول باب البدعة من باب الشبهات، وباب المعصية من باب الشهوات. ولذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصف أهل البدع تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب نوع من الأمراض يشبه حالة الهستيريا والجنون. إذا عض الكلب الذي في هذا المرض إنسانا أصيب بهذا الكلب لا يبقى منه عرق من الجسد والأعراض لا يعلمها إلا الله، ولا يفصل 360 مفصل إلا دخل. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المبتدع لا تقبل توبته. هذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم. أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وفي الحديث، وهذا الحديث روي بطرق كثير، وقال بعض العلماء يتقوى بطرق والصحيح ولا يتقوى، لكن كثرة طرقه تدل على أهميته، وهو منصوص عن السلف، يعني لفظ من كلام السلف: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الشيخ صالح يقول: ونلاحظ اليوم في هذه المسألة ترك لهذا الأصل. الشيخ صالح يقول: نلاحظ هذه الأيام ترك لهذا الأصل، فكثير من الناس يخالف المبتدعة ولا يهجرهم بحجج شتى إما دنيوية أو دينية، وهذا ينبغي التحذير منه والتنبه له، لأن هجران أهل البدع متعين إلا لمن أراد أن ينقله إلى ما هو أفضل منه، كما ذكر من كلام الشيخ العثيمين. ثم ذكر كلاما في رد أهل السنة على المبتدعة، وذكر الشبهة المشهورة: تردون على هؤلاء ولا تردون على النصارى أو على اليهود أو على العلمانيين أو على الملحدين. يقول:
الرد على المبتدعة ظاهر. وده كلام مين؟ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. يعني حتى لو انتهى بدأنا الكلام مدرسة كذا أو مدرسة كذا، هذا كلام الشيخ صالح. والشيخ صالح معلوم باتزانه وعدم مسارعته في التبديع حفظه الله تبارك وتعالى. يقول: كان الاهتمام بالسنة والرد على البدع ظاهر في حال أئمة أهل الإسلام، فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنصارى. طبعا هذا تابع للمصلحة، لأن المبتدعة في زمان السلف كانت لهم شوكة، واليهود والنصارى لم يكن لهم شوكة، كانوا مقنوعين. فنحن نقول أن أهل السنة يردون عن الدين كل باطل، فإذا كان الباطل من المبتدع يرد عليه، وإذا كان الباطل من النصارى أو اليهود أو المنافقين أو العلمانيين أو الملاحدة أو الشيوعيين أو ذلك يردوا عليه، فكل بحسب الحال. وما دام هناك من أهل السنة من يقوم بالرد على هذا الجانب، يلزم أهل السنة أيضا أن يقوم بالجانب الآخر. يقول: لم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر أهل الكفر، وذلك لأن شر المبتدع لا يظهر إلا على أهل الإسلام ولا يؤمن منه على أهل الإسلام. يعني مثلا لو واحد نصراني أراد أن ينصر مسلما، واحد رافضي أراد أن يخرج مسلما من السنة إلى بدعته، أيهما أقرب؟ الرافضي، لأن الرافضي سيتعلم بكلام مسلمين النصارى، لا يؤمن محمد عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن رب العالمين، لا يؤمن بالإسلام، فكونه يسمع المسلم بعيد فيها صعوبة. ولذلك كل ما تسمع مسألة التنصير إما كذب أو شراك بالمال والنساء، لا يوجد عاقل ينتقل عن الإسلام إلى النصرانية أبدا، لأن النصرانية دي لا يعرف أصلا. المهم، فلما كانت بدعة أهل البدع أخطر على المسلمين، قام أهل السنة بدفع هذه البدع. قال: أما الكافر الأصلي من اليهود والنصارى فشره وضره واضح لكل مسلم، لأن الله عز وجل بين ذلك في كتابه وهم ظاهرون ومعلنون. أما أهل البدع فالشر منهم كثير، ولهذا لا يحسن أن ينسب لأهل السنة أنهم مفرطون في الرد على اليهود والنصارى وأنهم منشغلون بالرد على أهل الإسلام. هذه كلمة بعض السلف يقول: لو أن رجل استخلص من أيدي الروم والدين، كانوا يخلوا الإسلام بذلك الوقت 100,000، استخلص من الروم 100,000 أسير مسلم، وطعن في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. ليه؟ لأن استخلاصك لهؤلاء استخلاص لأجساد المسلمين، أما طعنك في هؤلاء فهو طعن في دين المسلمين. أيها هؤلاء، يعني هذا المثال المشهور ومنتشر هذه الأيام: هل يجوز أن أذهب إلى سوريا أجاهد ذلك الرجل المصير بشار؟ طبعا المصيرية كفار وأكبر من اليهود والنصارى، فليس شأنه في بشار. لكنا من جهة الجواز نصر لكنا يجوز. أنا بسألك سؤال: المسلمون الذين يقتلون في سوريا تقتل أجسادهم، والمسلمون الذين يقتلون في مصر يقتل دينهم، تقتل عقيدتهم. التنصيب والرفض والبهائية والقاديانية انتشروا في آخر سنتين انتشار لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. مصر عاصمة التنصيب في الشرق الأوسط، مصر عاصمة التنصيب في الشرق الأوسط، والروافض يريدون أن يستبيحوا مصر. القاديانية وصل عريش، وصل سينا، في ناس في سينا الآن قاديانيين بهائيين، والروافض ملأوا بعض القرى في سيناء. لا أقول لك القاهرة، طب روافض يصل إلى سيناء، مطار العريش لا يفتح للروافض بعد. لكن الأمر ليس إنما هو ضرب الليل والنهار. فإذا كنت حقا صادقا تريد أن تبذل نفسك إلى أيهما أولى، الدفاع عن اعتقاد المسلم أم الدفاع عن جسد المسلم؟ طبعا الجهاد والدفع عن المسلم هذا فرض عين على كل مسلم. نحن نقول لك إن كنت صادقا عقيدة المسلمين في خطر، لن يضار الإسلام لو مات جميع المسلمين
المسلمين في سبيل الله، ولن يحدث ان هذه الامه باقيه حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. لكن يضر المسلمون اذا ذهبت عقائد المسلمين. رجل واحد مصري كان مسلما زعما وتنصر فما زال يتسمى باسم الاسلام، كان سبب في تنصير اكثر من 25 واحد بنفس الطريقه، لانه يجعل انه مسلم ويسحب هؤلاء الى هذا الدين الباطل، ونحن نعلم انهم لا ينصرون بمعنى يعتنقوا النصرانيه، انما يتركوا الاسلام كما قال كبيرهم الهاني: لا تخرجوا المسلمين من الاسلام الى النصرانيه، ولكن اخرجوهم الى اي شيء. الحاد زندقه. لذلك في بعض الجامعات يوجد من هؤلاء من يزعم انه ملحد ليسعى الشباب المسلمين الى الالحاد، والان صارت هناك مواقع يشترك فيها كثير من الناس الى الله عز وجل، مواقع الحاديه، مواقع تنصيريه، ومواقع شيعيه. كل هذا يحتاج الى جهاد، واخوانك الذين كانوا معك كتف بكتف يذوبون عن الدين انشغلوا عن الدين بما تعلمون، فصارت المسؤوليه عليك اوجه واشد. فإن كنت صادقا تبذل نفسك لله تعلما وتعليما حفاظا على عقيدتك وعقيدة إخوانك من المسلمين، أعاننا الله عز وجل وإياكم على ذلك. المهم ذكر الشيخ ألوان أخرى مما يذكر في شر البدعة، وهذا كلام يطول، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونتم بعد الصلاة. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.